ارجع معايا بالزمن لورا كده حبتين، ارجع كمان، اقف عندك، بص لي بقى كده، بص على الدنيا كده، مش شايف حاجه؟ طب شوف بس يا سيدي. وقتها كان بيحكمها الرومان، واسكندريه كانت مقر للحاكم، اصله كان بيحب الشيخ وفيه. وقت ما الحاكم كان قاعد مروق، كان الرومان مبهدلين المصريين وعاملين مصر مغز. والله كانت بتبعت لروما سنويا 135 الف طن قمح، متخيل يا مؤمن؟ وبسبب ظلم وافتراء الرومان، عدد كبير من اهل مصر اضطر ان هم يهربوا ويعيشوا في الصحراء، زي ما حصل مع بنيامين بطريرك الكنيسه الارثوذكيه. وفي الوقت ده كان سيدنا عمر بن الخطاب بيفكر هيدخل مصر ازاي. وهتقول لي اشمعنى بقى مصر يا رسلان؟ هقول لك قبل اي حاجه، عشان ينشر الاسلام ويامن فتوحات المسلمين من الروم، ويامن المدينه النبويه نفسها مركز الخلافه الاسلاميه. فلما اتعمل مؤتمر الجابيه 17 هجريه، قرر عمر يولي سيدنا عمرو بن العاص موضوع فتح مصر. وفعلا طلع عمرو بن العاص لعريش سنه 20 هجريه وفتحها، وكمل لبورسعيد او الفرما وقتها. المهم هناك بقى حصلت اول خناقه ما بين المسلمين والروم، وبعد حصار شهر دخلها المسلمين. بعدها طلع ابن العاص على بلبيس في الشرقيه، وهناك حارب القائد البيزنطي الارطبون وبرضه هزم ووصل لمودينين. وبعدها هوب لقى حصن بابليون اجمد حصون الرومان، وحصروا لمده 7 شهور كاملين، لحد ما اضطر المقوقس حاكم مصر في الفتره دي يتفاوض مع المسلمين، وبعت الرسل بتوعه لسيدنا عمرو بن العاص من باب ان هو يشوف عايز ايه وطلباته ايه، وفي نفس الوقت يفهم حاله الجيش ويتطقص ويعرف الدنيا كانت ماشيه ازاي داخل المعسكر. فرد عليه ابن العاص قال له يا الاسلام يا الجزيه يا الحرب. وبالمناسبه المتحدث باسم المسلمين في الفتره دي كان سيدنا عباده بن الصامت، ولانه كان اسمراني وكمان كان طويل وعريض خاف منه المقوقس وقال لهم هاتوا لي حد تاني اتكلم معاه. راح المسلمين بعتله المعلومة دي إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلما، وهو سيدنا وخيرنا والمقدم عليه، وإننا نرجع جميعا إلى قوله ورأيه، وقد أمره الأمير دوننا بما أمره به. فتصالح المقوقس مع المسلمين عشان بعدها يطلعوا على الاسكندريه. وبعد ما حصروها 14 شهر اخيرا سيطروا عليها، واتعمل بعد كده صلح الاسكندريه. وطلع ابن العاص بيان امن فيه الكل على دينهم وارواحهم واموالهم واملاكهم كمان، ورجع الاقباط من تاني لمصر، ومنهم بنيامين. وتعين سيدنا عمرو بن العاص والي على مصر، وبدأ صفحة جديدة في تاريخ مصر الإسلام. تفتكر بقى إيه هو أول حاجة سيدنا عمرو بن العاص هيعملها بعد البيان؟ قول لي في الكومنتات. سلام.